أنا اسمي أحلام وعندي 45 سنة. جوزي متوفي من 5 سنين وعندي ابن واحد بس اسمه حاتم. هو عنده 20 سنة لأن أنا كنت متجوزة صغيرة، وبعد ما أبوه مات أنا رعيت ربنا فيه وربيته وكبرته وعلمته أحسن تعليم، ونسيت نفسي خالص ونسيت إني أنا لسه صغيرة، رغم إني أنا كان أي حد يشوفني كان بيديني 30 سنة. وطول عمري كنت حلوة وكنت بتقي ربنا في ابني وكنت صاينة جوزي. لكن مؤخرا كده بعد وفاة جوزي ب2 سنين وابتديت أحس إني أنا محتاجة راجل في حياتي، فحاولت إني أنا أشيل الفكرة دي من دماغي علشان خاطر ابني أكيد مش هيوافق. هو أنا أصلا معرضتش عليه الموضوع بصراحة، بس الطبيعي إن أي ابن في السن ده أكيد مش هيوافق إن أي حد يتقدم لأمه، أو إن أمه تتجوز وتجيب حد غريب البيت. وكمان أنا ابني كان متعلق جدا بابوه، ده غير طبعا إنه أنا بشتغل من زمان، حتى من أيام ما كان جوزي موجود، بشتغل في مصلحة حكومية وكده، وليا زمايل كتير ودايما بلمح في عينيهم نظرات إعجاب. ده غير الكلام اللي كانوا بيقولوه ليا، كلام حلو وكده. فكان في كام زميل ليا بصراحة كانوا عارضين عليا الجواز، بس أنا كنت برفض، وكنت بخاف جدا من رد فعل ابني لا يسمع حاجة زي كده. فشلت الموضوع ده من دماغي، والحياة استمرت فترة كبيرة جدا. كنت بنزل شغلي عادي وابني كان بيروح على الجامعة بتاعته، لحد لما ابني خلص الجامعة وبقى قاعد في البيت. طبعا ما كانش لاقي شغل، ولا هو كان بيطلع شوية يسهر مع أصحابه والكلام ده كله. وأنا طبعا كنت بفضل قاعدة في البيت لوحدي بعد ما بعمل الغدا وبروق البيت والكلام ده كله. أنا طبعا من زمان جدا، حتى من أيام المرحوم جوزي، كنت بعد لما بخلص شغل البيت والحاجات دي كلها بخش أخد دش وبلبس لبس جميل وبحط البارفان بتاعي، وبعد كده بقعد في أوضتي، حتى لو مفيش أي حاجة هتحصل بيني وبين جوزي. أنا طول عمري كده. وابتديت إني أنا كمان بعد وفاة جوزي حزنت شوية صغيرين، وبعدين فقت كده لنفسي وابتديت إني أنا أشتري بقى لبس جديد، أملاً إن أنا ممكن أتجوز تاني وكده، علشان طبعاً ابني مسيره في يوم من الأيام هيتجوز وأنا هفضل عايشة هنا لوحدي. فأنا كنت خايفة من النقطة دي جامد قوي، وما كنتش عايزة أحس الإحساس ده خالص، إني أنا عايشة في البيت لوحدي وابني ما بيسألش فيا، رغم إن ابني كان بيحبني جدا ومرتبط بيا، وأنا كمان قوي. بس فكرة إن هو هيتجوز، وطبعا الحياة ومسؤولية الحياة، وإن مشاغله بتاعة الحياة أكيد مش هتخليني نمرة واحد في حياته، أكيد هتبقى مراته وعيرله. وده غير طبعا الاحتياجات اللي أنا ببقى محتاجاها كست. كنت أنا حتى من صغري وأنا بحب الحاجات دي وبحب العلاقة والكلام ده كله، فالموضوع كان صعب عليا جدا. حاولت في مرة من المرات إني أنا أحاول ألمح وأفتح معاه الموضوع ده، ولكن لقيته اتعصب كده واتنرفز جامد. والصراحة ساعتها أنا ما كنتش بحكي ليه عن نفسي، أنا كنت بحكي ليه بقوله إن في واحدة صاحبتي إن جوزها توفى فهي عايزة تتجوز. بس هو أكيد فاهم لأن دي حركة قديمة قوي بتحصل كتير قوي في المسلسلات وفي الأفلام. فلقيت رد فعله كان غريب جدا، وساعتها قال لي لا دي مش محترمة ومش عارف ايه، واللي تعمل كده تبقى مش كويسة، والكلام بقى الكتير الوحش اللي هو قاله في الوقت ده. فأكيد أنا ما كانش عندي الجرأة ولا عندي حتى من الذكاء ما يكفي علشان أحاول إن أنا أقنعه، أو علشان أخليه يغير فكرته عن الجواز. والمفروض إن ده من حقي، لأن زي ما قلت لكم برضو أنا ست زي أي ست، ومحتاجة أحس إن في راجل في حياتي. حاولت أكتر من مرة إني أنا أشيل الموضوع ده من دماغي خالص، وبالفعل بدأت أنساه جدا، وبدأت إني أنا في الوقت الفاضي بتاعي كنت بشغله بالنت، وبقى ليا أصدقاء على النت وبعمل صفحات وكده، وكنت بتكلم مع ناس. وجيت في مرة كده اتعرفت على شخص كان معجب بيا، وكان في فترة تعارف بينا ما كانتش كبيرة قوي، ولكن خلاني أنجذب من طريقته. هو كان عنده 40 سنة وأنا 45 سنة، فحسيت إن السن مناسب جدا. هو كان أرمل نفس ظروفي بالظبط، طبعا كان عنده ولدين والاتنين متجوزين، فحسيت إن هو بصراحة فرصة حلوة قوي. وابتديت إني أنا أتكلم معاه، بس برجع وأفتكر كلام ابني وإن هو مش هيوافق على حاجة زي كده. فكنت ساعات ببقى متأقلة الموضوع وبقعد أتكلم مع الشخص ده لحد لما أخدنا على بعض جدا، وابتدينا نسهر مع بعض على التليفون ونتكلم وكده.
وهو بصراحة عرف يعلقني بيه بسرعة جدا بالكلام الحلو، وكان دايما يقعد يمدح في جمالي وإني أنا يعني مش باين عليا السن خالص. طبعا بدأنا نبعت صور لبعض، ولحد دلوقتي كانت علاقتنا كويسة جدا وهزار مش أكتر من كده. ولكن مع مرور الوقت علاقتنا ابتدت تتطور، وابتدى إن هو ياخد رقم تليفوني بعد ما كنا يعني بنتكلم على الشات والكلام ده كله. وكنت بكلمه في الوقت اللي ابني مش موجود فيه في البيت، وكنا بنسهر مع بعض في الأوضة. وطبعا الكلام مرة واحدة ابتدى يتطور، هو ابتدى يجرجرني يعني بمعنى أصح، أو إن أنا كنت متأقلة الموضوع ده، لأني زي ما قلتلكم أنا بحب الحاجات دي جدا. وابتدى يتكلم معايا في كلام جريء، وأنا كمان كنت بتكلم معاه في نفس الكلام. ولكن برضو لحد هنا كنا مجرد كلام وبس، وكنا إحنا بنبقى يعني مبسوطين وإحنا بنتكلم. ولكن أول لما بسمع باب الشقة بيتفتح كنت بقفل كل حاجة، علشان طبعا ابني ما ياخدش باله ولا يحس بأي حاجة، لأن هو برضو راجل ومش عيل صغير وكده. فكنت براعي قوي النقطة دي. معرفش بصراحة يعني أنا إيه اللي حصل ليا، عمري ما كنت كده ولا دي كانت أخلاقي أبدا يعني، ولا الكلام ده كله. ولكن كل ما أبقى قاعدة لوحدي متضايقة ألاقي نفسي بفتح التليفون وبكلمه، وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك مع بعض. والوقت اللي ما بيكونش يعني ابني موجود في البيت خالص طبعا بنتكلم الكلام التاني، وبيطلب مني صور، وبدأت كمان أبعت له فيديوهات ليا ونتكلم كلام يعني ما ينفعش أصلا غير بين اتنين متجوزين، كلام كبير جدا، وكلام كأننا يعني مع بعض في مكان واحد بنعمل حاجات كده، بس كان على التليفون. وقصتي بدأت لما ابتديت إني أنا أتعلق بيه، وابتدت التصرفات تبان إن في حاجة مش مظبوطة. وبقيت ببقى عايزة مثلا، علشان هو كان قايل لي أكلمه مثلا على الساعة كذا بعد الغدا، وكنت بسمع كلامه، عرف يسيطر عليا بطريقة مهولة، وبقى فعلا مسيطر عليا جدا. هو أنا أصلا من الشخصيات اللي بتحب اللي هي يعني تحس إن هي تكون ضعيفة قدام الراجل اللي معاها، وإنه هو بيمشي كلام عليها، وإنه هو يعني قادر يسيطر وهو مسيطر عليها. فطبعا كنت حابة الموضوع، وبحب جدا لما كان بيقولي لو ما كلمتنيش الساعة كذا هعمل كذا. فطبعا كنت حابة الموضوع جدا، وكنت فعلا بكلمه في الوقت اللي هو بيقولي عليه بالظبط، وتقريبا كنت بنفذ كل طلباته. هو عارف إني أنا بحب الحاجات دي، وطبعا مسكها عليا وبدأ يتعامل معايا بمنتهى الحزم، وخلاني ما بقتش عارفة أفكر في أي حاجة غير في هو وبس، لدرجة إني أنا ما بقتش باخد بالي من تليفوني ولا من تصرفاتي قدام ابني. لحد لما جه يوم قمت دخلت المطبخ ونسيت تليفوني. أنا طبعا كان تليفوني دايما ببقى ماسكاه في إيدي مش بسيبه أبدا، لكن اليوم ده قمت علشان أعمل حاجة في المطبخ، كنت ناسية حلة فيها أكل وكده على النار، فطبعا قمت متسربعة جدا. فرشاد اللي هو كان بيكلمني كان عارف إني أنا مش بسيب التليفون من إيدي، فعلشان كده كان بيبقى مطمن وكان بيرن عليا كده. وأكيد طبعا لما ابني كان بيبقى موجود كنت بكنسل، ولما ابني كان بيسألني أقول له دي طنط كذا أو دي طنط كذا صاحبتي مش عارف إيه، فما كانش يعني بياخد في باله من حاجة. فاليوم ده لما جريت على المطبخ وكنت سايبة التليفون وكده، راح رشاد باعت لي رسالة. أول مرة ابني يمسك تليفوني، لأن هو طبعا الفترة دي كان حاسس إني مش مظبوطة، ولما مسك تليفوني شاف الرسالة. طبعا أنا اتسمرت مكاني وما بقتش عارفة أرد ولا عارفة أفتح بقي. قال لي تعالي. فساعتها هو شاف الرسالة بس من بره، لأن التليفون طبعا كان ليه باسورد، فلمح الرسالة كده وكان فيها كلام كده مش كويس. فراح جالي كده ومسكني من إيدي وقال لي إيه ده، وأنا عايز أعرف مين ده وبتكلميه إزاي. وراح ساعتها قايل لي افتحيه بمزاجك، بدل ما أخده عند أي حد بتاع تليفونات وهعرف كل حاجة. افتحيه. وفتحت ليه فعلا التليفون، وفعلا ما قدرتش أتصرف خالص، وفعلا رحت فتحت ليه التليفون، أرى كل حاجة وشاف الصور وشاف كل الكلام اللي ما بيني وما بينه. حسيت إن ابني كان يعني هيقع من طوله، وساعتها راح قايل لي إيه اللي أنا شايفه ده، هو إزاي تعمل كده؟ وطبعا اليوم ده راح رامي التليفون على الأرض مكسره ومشي وساب البيت. وأنا طبعا ساعتها كنت في ذهول فظيع جدا، وكنت خايفة جدا ومش عارفة إيه رد فعله ولا هو ممكن يعمل إيه. فرحت بعد ما مشي كده قعدت أفكر يا ترى أعمل إيه، بس طبعا التليفون كان اتكسر، وما كنتش ساعتها حافظة رقم تليفونه علشان يعني حتى أكلمه من أي تليفون تاني، وما كنتش يعني عارفة أتصرف إزاي ولا كنت عارفة أعمل أي حاجة. فاليوم ده بالليل كنت قاعدة في الأوضة بتاعتي،
طبعا كنت مرعوبة جدا، مش عارفة ابني لما يرجع بالليل هيعمل إيه. فعلى الساعة كده واحدة كده تقريبا كان أول مرة يتأخر كده للوقت ده، ولقيته بيفتح باب الشقة ودخل، بس ما كانش فيه أي صوت. هو فضل حوالي ربع ساعة كده ما كنتش سامعة صوت خالص، بس قلت إن أنا أطلع أبص عليه كده وأشوفه بيعمل إيه، ولكن كنت خايفة الحقيقة جدا منه، أو يعني أخاف أواجهه أو حتى أرفع عيني في عينه. فطبعا أنا كنت قاعدة في الأوضة والجو كان حر جدا، فكنت قاعدة براحتي كده ولابسة لبس خفيف اللي أنا بنام بيه العادي بتاعي. فرحت بعد ما دخل كده بحوالي ربع ساعة لقيته بيفتح الباب ودخل لي، فبيقول لي اقعدي كده قدامي واحكي لي القصة اللي بينك وبينه، احكيها لي من أول ما بدأتوا تتكلموا مع بعض. فرحت قلت له ما انت شفت كل حاجة وقريت كل حاجة، وبعدين يعني قعدت أقول له إن هو عايز يتجوزني وكده، بس انت اللي كنت رافض. أنا حتى لما كنت بلمح لك الموضوع كنت بترفض. راح قايل لي يعني من الآخر كده أنت طلعتي شمال. طبعا انتوا عارفين بقى يعني إيه الكلمة دي. فأنا ما قدرتش أرد خالص عليه وقلت له أنا برضو ست زي أي ست ومحتاجة راجل في حياتي وكده. فلقيته قرب مني كده وقال لي محتاجة راجل في حياتك، طيب ما أنا موجود في حياتك. وخلي بالك أنا عمري ما هسمح إن انتي تعملي كده ولا تتجوزي. وحتى مادام انتي برضو يعني عدلي الكلمة تاني وراح قايل لي أنا موجود. وأنا طبعا كنت يعني مش عارفة أنطق ولا عارفة أقول له إيه ولا عارفة أقول أي كلمة بعد اللي شافه كده، وشاف حاجات يعني ما تنفعش أصلا حد يشوفها في الدنيا، صور وكلام ما ينفعش خالص وكلام عيب جدا. فقلت له يعني إيه أو يعني كلامك ده معناه إيه؟ راح قايل لي كده كده محدش هيعرف حاجة. ولقيته راح قايل لي إن هو هيعمل معايا الموضوع ده علشان يعني يخليني ما اكلمش حد تاني. فأنا طبعا رفضت. راح قايل لي الموضوع ده ما بقاش من مزاجك، أنا خلاص عرفت كل حاجة ومش هسمحلك بأي حاجة تانية إن انتي حتى ممكن تفكري فيها تعمليها. وفعلا قرب مني وعمل معايا الموضوع ده بالعافية، رغم إن أنا يعني كنت بقاوم الأول، ولكن من كتر ما هو ابتدى يعني يعمل حاجات كده أنا فقدت السيطرة على نفسي وسبته يعمل اللي هو عايزه. بعد ما كنت متضايقة يعني من الموضوع اتحول معايا الانبساط وكنت مبسوطة جدا. وكمان عارفين اللي هو يعني اتعلقت بيه بس مش كابني، يعني اتعلقت بيه كراجل، راجل موجود في حياتي. وبقينا كل يوم تقريبا الموضوع ده مع بعض، مع مراعاة طبعا موضوع الخلفة والكلام ده كله كنا واخدين بالنا. ولحد دلوقتي لسه احنا بنعمل كده. الموضوع كان جنوني وكان شيطان متملك مننا جدا، وكان يمكن يعني ما يجيش على بالنا فكرة ان ده حرام وغلط، على قد ما كنا يعني بنبقى مبسوطين. وكان ابني بيقعد يقول لي ان هو يعني نفسه يتجوز واحدة زيي وواحدة في جمالي وواحدة في جسمي والكلام ده كله. والموضوع يعني طبعا فقد السيطرة خالص، فقدت السيطرة على نفسي تماما. وهو كمان لحد دلوقتي يا جماعة لسه كده. وبجد مش عارفة أبطل ومش عارفة أوقف الموضوع ده، ولا أنا ولا ابني مش عارفين نتصرف إزاي.